الأرثوذكس في روسيا، تمام؟ طيب شو رايكم الأرثوذكس ما عندهمش اعتراض، لأنهم فاهمين قوانين اللي كانت قديما وكيف بيتم الأمر، وفتحت سلما وفتحت عنوة. اللي بيعترضوا قاعدين على قضية انه والله محمد الفاتح، وما قالوش ليش طبعا محمد الفاتح حول ايا صوفيا الى كنيسة، من كنيسة الى، والغريب على فكرة، الغريب انه الرسومات اللي كانت في داخل الكنيسة غطوها تغطية، ما ازالوهاش، مش مسحوها، غطوها بالجص. وبعدين سنة 1900 اظني 35 لما اجى حكم اتاتورك اجوا حولوها لمتحف. الان هي ايش؟ متحف، مش مسجد. بس الان في اتجاهات يرجعوها مسجد. فهذا بتكلم في اي لحظه على فكره. عارفين وين تتكلم هذا الكلام؟ هو اتكلم هذا الكلام لما شخص قتل مسلمين في نيوزيلندا، تذكروا؟ قتل مسلمين في نيوزيلندا، تمام؟ وهذا اللي في نيوزيلندا ذكر، اذا بتذكروا، ذكر القسطنطينية. فطلع هذا يعقب على ويقول يعني شو غلطانين العثمانيين من اصله. طب والكاثوليك ما كانوش غلطانين 1204 لما دخلوا القسطنطينية الكاثوليك وحولوها لكنيسة كاثوليكية على خلاف الأرثوذكسية؟ طيب الأرثوذكس شكوا لك، الأرثوذكس هم اللي شكوا لك. بس أنا شايف اللي بيحكي في الموضوع يا إما البروتستانت أو الكاثوليك أو الساقطين في بلادنا. الأرثوذكس ما قالوا لك هاي إلها المسألة مئات السنين، أكثر من 200 400 و 500 سنة تقريبا المسألة. والمسلمين نفسهم اللي بسموه اتاتورك مسلم وغيره هم اللي ردوا حولوها من كنيسة لمتحف. والآن ممكن الأتراك يحولوها مسجد. يا رجل وين الإشكال؟ تصور بيحرض الغرب. بس هو على كل شوف التفاهة، قال بيطمن الغرب. انتم ايش بدنا في الغرب؟ الغرب اكثره اصلا ما هوش ارثوذكس. انت احكي احكي مع روسيا اللي اعطت اس 400 احكي مع روسيا اللي بتعطي اس 400 وبدهاش تسترجع ايا صوفيا. تحكي قاعد مع الغربي، مع امريكا وبريطانيا اللي هم اعداء الارثوذكس. ما هم معادين روسيا ليش؟ ما هو وغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه حكمة ربانية. هذول لو التقوا مشكلة، هذول بيبيدوا البشرية لو التقوا. بس سبحان الله، وأغرينا قانون جعلوا الله رباني إلى يوم القيامة، وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة مشان تطمئنوا وتستطيع في وقت الضعف تعرف كيف تشتغل. تمام؟ طيب ولذلك الحرب العالمية الأولى والثانية بين مين ومين يا أخوي؟ الحرب العالمية الأولى والثانية بين مين ومين؟ بين مين ومين؟ وشوفوا وادرسوا تاريخهم، كله تاريخ حروب وإجرام وما في قيم. هم ليش في الأخير صاروا يتفقوا على فكرة ويعملوا معاهدات وتفاصيل وهيك في الحرب بنشتغل من كثر ما ذاكوا ويلات من بعضهم البعض، من كثر ما ذاكوا ويلات من بعضهم البعض. ولكن كل المؤرخين لما بذكروا الفتوحات الإسلامية بذكروها بشكل انه عجيبين هالمسلمين شو متسامحين. حتى لما محمد الفاتح فتح القسطنطينية عارفين شو جاب؟ اولا عدد النصارى كان وقتها لما دخل نسبيا قليل، وفي كنائس كثيرة مهجورة. دققوا معيها، يعني ما فيش شعب يصلي اصلا فيها الكنائس. عارفين شو عمل؟ ما هم الارمن مسيحيين، استخدم ارمن واعطاهم كنائس، استخدم اليهود واعطاهم كنائس يحولوها لكنس. تصور، استخدم اليهود واستخدم الارمن يعيشوا في القسطنطينية. يعني هو لما دخلها الارثوذكس كانوا اصلا قسم منهم يعني الظروف تاركينها. طيب وعندك ابنية كثيرة وعندك كنائس، ايش طيب وفي عندك شعب، وشعب بيسلم كمان، وشعب بيسلم. تمام؟ يعني ايه له البلاد؟ ايه له انتم بتتصوروا كلهم اتراك هالملايين هاي؟ طيب وفي عنده هيو جاء محمد الفاتح لقي في كنائس كثيره وكذا الاخيره. شو يعمل؟ جاب ارمن وسكنهم في القسطنطينيه واعطاهم كنائس، وجاب عمره ما صارت هاي في ثانيه، وجاب اليهود وسكنهم في اليهود، وبعث رسائل للاماكن اللي هاربين فيها اليهود من النصارى
وقال لهم تعالوا اقدموا اسكنوا القسطنطينية وابنوا معنا في الحضارة. والأرمن المسيحيين نفس الموضوع. ولا كيف تواجدوا؟ فإشي عجيب على فكرة كان الرجل وتسامحه في هذه المسألة. فإنه يجي يحول كنيسة الآيا صوفيا إلى مسجد. طيب نشوف غرناطة ومش بس غرناطة، ما هي سقطت كامل الأندلس بعد ما حكموها المسلمين أو عاشوا فيها 800 سنة. تصوروا 800، بعد ما عاشوا فيها 800 سنة طلعوا منها 1492 بالكامل. يعني ما هي كانت على مراحل 1492. طيب 800 سنة والمسلمين يعني بلادهم والناس اللي أسلمت من أهل البلاد. ولكن لما أجوا الأوروبيين الصليبيين نقول احتلوا الأندلس بالكامل. خلينا نيجي لغرناطة. غرناطة لما تحاصرت لم تسلم إلا بصلح وقع عليه البابا. لم تسلم إلا بصلح وقع عليه البابا. ولما دخلوا شو عملوا؟ اخلفوا. لما طب هذه فتحت صلح وقع البابا. ما هو توقيع البابا. يعني ايش البابا؟ ما هو اللي بيحلل ويحرم. هو اللي بيحلل ويحرم. ما هو اصلا نقض العهود يبدو في الكتاب المقدس موجود من اصله. تمام؟ وبنسألهم الان قصر الحمراء ومساجد غرناطة وغيرها مساجد الان ولا كنائس ولا متاحف ولا شو؟ وجاي هالتافه بيحكي على ايش؟ على آيا صوفيا. طب ما هم دخلوا المسلمين القدس دخلوها صلحا. هيها موجودة كنيسة القيامة لليوم. لأنهم دخلوها صلحا. مش بس كنيسة القيامة موجودة، كنيسة القيامة المبنية قبل الإسلام ب 300 سنة وأكثر من 300 سنة هيها موجودة لليوم، لأنه عمر بن الخطاب دخلها صلحا. ومش بس هيك، والكنائس معبية العالم الإسلامي عبر القرون، مع أنه الدولة الإسلامية كانت دائما هي الدولة الأولى والعظمى في العالم. الراشدين أقوى دولة في العالم، الأمويين أقوى دولة في العالم، العباسيين أقوى دولة في العالم، العثمانيين أقوى دولة في العالم في عزهم. طيب ويعني ما فيش اللي بسموه اليوم حقوق إنسان وفتش وما تفتشش. هم هيك كانوا. ولما كانوا اليهود يضطهدوا في أوروبا وغيرها يهربوا لعندنا. اليهود لما طلعوا المسلمين من إسبانيا طلعوا اليهود. لما تسأل اليهود وانت طلعتوا من إسبانيا بقول لك 1492 لما طلعوا المسلمين. ليش؟ بيذبحونا النصارى. قالوا جديد إسبانيا صارت كلهم الآن. هنا غابة بلغراد الشهيرة في اسطنبول، أحد الأماكن الثلاثة التي بدأت الشرطة التركية تفتش فيها عن جثة أو بقايا جثة خاشقجي بعدما لم يتم العثور على أي من ذلك في القنصلية السعودية أو في منزل القنصل السعودي. الشرطة حضرت اليوم وقامت بتفتيش عدة نقاط في هذه الغابة الكثيفة التي تمتد لعشرات الكيلومترات، بناء على كاميرات المراقبة وإفادات شهود العيان التي شاهدت سيارات القنصلية السعودية تأتي إلى هنا وتتجول وتقف في بعض المناطق داخل هذه الغابة في الليلة التي اختفى فيها جمال خاشقجي بعد دخوله في القنصلية السعودية في اسطنبول. الهدف من كل هذا التفتيش إضافة إلى أماكن أخرى مثل بندك ويلوى هو محاولة العثور على جثة خاشقجي أو بقايا جثة خاشقجي، حتى وإن كانت هذه التحركات لسيارات القنصلية تحركات مخادعة، إلا أن الشرطة قامت بالتفتيش وستواصل عملية التفتيش وستظهر النتائج لاحقا. عمر خشرم، الجزيرة، غابة بلغراد، اسطنبول.